السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطالنا صغيرين أو كبار، أب أو أم، مكملين مع بعض كورس صوتيات الإنجليش زي ما احنا اتفقنا، ووصلنا للدرس السادس في شورت آي. يعني ايه يا مستر أصلا شورت آي؟ احنا قلنا عندنا 5 حروف متحركة. 5 حروف ايه متحركة؟ ادي ال5 حروف المتحركة. إذا باقي الحروف بنقول عليها حروف ساكنة، حروف ايه كونسونانت. طب ليه قلنا على ديت حروف متحركة؟ لأن ممكن أطول فيها وممكن أقصر فيها. تمام. إذا النطق بتاع كل حرف فيها ممكن يختلف عن الآخر حسب إيه كل كلمة هو فيها. طب إمتى أنطق ال5 حروف دول أو أحفظهم إزاي؟ الأول أقول له الإيه ضربت الإيه فقالت إيه؟ قالت آي، فإحنا هنطبطب عليها ونقول لها إيه؟ أو يو. يبقى الإيه ضربت الإيه قالت آي، قلنا لها أو يو. أو أحفظها أقول له عائلات آيو. امتى انطق كل حرف من دول حرف شورت قصير؟ لو عندي حرف واحد بس في الكلمة فبنطقه شورت زي كات، او فصل بين الحرفين المتحركين حرفين 2 ساكنين زي هنا كيتن. طب امتى انطقه لونج يا مستر؟ لو عندي حرفين 2 متحركين جم ورا بعض مباشرة بطول في الحرف الاولاني زي هنا سي، بطول في حرف الاي. او فصل بين الحرفين المتحركين حرف واحد ساكن بس زي هنا كايت، هطول في حرف الاي اللي هو الحرف الاولاني ده. شوف بقى المجموعة اللي عندنا مجموعة مجموعة ايه خلي بالك الشورت اتنطق اي، اتنطق ايه اي مش اي. تمام. اي خفيفة كده. هنا نقول له ايه اللينك بتاع القناة، خش على الفيديوهات التانية ان شاء الله تستفيدوا منها. مل مل بل بل مل بل مل بل. هنا نقول له بل فل هل، بل فل هل، مل بل. خلي بالك بل بي بوك وبي بوك وبي ايه وبي بن، طبعا فرق شاسع ما بعدهم. شوف بقى معاني الكلمات كده. ميل فيل ميل فيل، البل البل، هيل بل. جايب لي مجموعة تانية عشان يضربنا على النطق. سل دل جل جل كل، لل نل رل سل تل، ظل يل زل. اوكي. هنا عايزنا اكمل كل كلمة بالحرف الناقص من العمود بتاع الحروف حسب كل صورة موجودة عندي. اكمل الكلمة بتاعتي. هنا اختار الصورة حسب الحرف اللي هو موجود عندي دوت والونها. شوف الصورة اللي بتبدأ بالحرف اللي في الجنب دي ويلونها. طبعا عايزني هنا ارتب الحروف ديت عشان تديني كلمة حسب كل صورة، طبعا زي ما هو شغال كده. نرتب الحروف تديني كلمة حسب الصورة اللي عندي. الجزء الاخير جزء الرايتنج، نكتب الكلمات ديت في الكشكول بتاعنا ونحاول نحسن خطنا. قلنا مرة على مرة ان شاء الله نحسن خطنا زي ما مكتوبة كده، اكتبها في الكراس او الكشكول بتاعي وادرب بايديا مرة على مرة ان شاء الله الدنيا تتظبط. جايب لي تيست بقى على مجموعة الشورت اي، الست دروس اللي احنا خدناها. تشوف التمارين بتاعتنا كده، عدى عليها كده سريعا وتقدروا توقفوا الفيديو وتشوف الذاكرة بتاعتك وصلت لحد فين. هنا هنوصل. هنا هنكتب جايب لي صندوق كلمات، هنكتب بقى حسب كل صورة الكلمة بتاعته. هنا عايز نعمل ترو ولا فورس، صح ولا غلط، حسب الكلمة اللي هو جايبها لي والصورة اللي هي موجودة عندي. هنا جايب لي صورة واختار الكلمة المناسبة ليها من الكلمات اللي قصادها. مكملين برضو هختار الكلمة المناسبة حسب الصورة اللي عندي. وهنا هحط دايرة حوالين الصورة اللي نطق كلمتها يختلف عن الكلمات بتاعت الصور الأخرى. هنا عايزنا ألون الاي، كلمات اللي فيها اي جي يبقى مثلا باللون الأورنج، كلمات هنا اللي فيها ال باللون بلو الأزرق، الاي ان باللون مثلا الأورنج، الاي سي كي باللون اليلو الأصفر. اخر تمرين عندي نكتب الاي ال ال او الاي سي كي حسب بقى ايه كل كلمة والصورة بتاعتها. اول ذا بيست دعمونا بلايك شير واشتراك في القناة، سبسكرايب، سيبولنا كومنت في صندوق الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.